السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رافع الدرجات أولي العلم في الرفعة العالية، مسهل لطالب العلم إلى رضاه والجنة، باعث الملائكة لطالب العلم من الرحمة والسكينة، والصلاة والسلام رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس خلقا وأعظمهم فضلا وأجلهم قدرا، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الهداة المهديين وغر الميامين، ومن اكتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، أولا هيا بنا نشكر الله العظيم الذي قد هدانا إلى صراطه المستقيم، والذي أنعمنا بنعم كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين الكرام والمحترم سيدي رئيس معهد دار السعادة بن ريان أبو يالم قنفلة، وآله الكرام والمحترم سيدي رئيس معهد دار السعادة في المكان في الأشيل. ولا أنسى أن أقول شكرا كثيرا إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة ثمينة لأن أجرب بنفسي أن أتكلم باللغة العربية. وفي هذه المناسبة سأتحدث تحت الموضوع طلاب العلم. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، اعلموا أيها الإخوة أن طلب العلم واجب لكل مسلم في هذه الدنيا، سواء كان ذكرا أو نساء، وكما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أيها الإخوة، لماذا افترض النبي على كل مسلم أن يطلب العلم؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأن العلم مهم جدا لحياتنا هذه. بالعلم نستطيع أن نخرج جميع المخلوقات في هذه الدنيا، كأخضع الجبال والسماء والشمس والقمر والحيوان الوحشة والنباتات والأخلاق وما إلى ذلك. ومع العلم نستطيع أن نكون رئيسا بين المخلوقات، ونكون أحسن الخلق لعلومنا. وإذا عندنا علوم فنحن كمخلوق غيره سنكون جاهلا لا نعرف شيئا، لذلك نكون من أقبح المخلوق بين المخلوقات. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، كما ذكرت سابقا أن العلوم مهم جدا لحياتنا في هذه الدنيا، لأن لنيل السعادة لا يمكن نيله إلا مع العلم، سواء كان السعادة الدنيوية أو السعادة الأخروية. لذلك من كان يريد أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة فوجب عليه أن يجتهد في طلب العلم. وهذا مناسبا وملائما بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم.
ومن هذا الحديث نستطيع أن نستنبط أن العلوم مهم جدا لحياة الناس، لأن العلم سينال الناس درجة عالية عند الله، والله سيرفع العالم درجات، وكما قاله الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. ولأن العلم أيضا الذي يفرق بيننا وبين الحيوان، والله أشار في القرآن أن العلوم مهم لحياة الناس، حتى كما أن الوحي الأولى يبتدئ الله بكلمة اقرأ، أن العلوم لا يمكن نيله إلا بالقراءة. ربما كفيت هنا خطبتي، وإن وجدتم مني أخطأ ونقائص أطلب منكم العفو كثيرا، وإن وجدتم صواب فإنما هو من عند الله عز وجل. وآخرا أقول لكم إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan menyelesaikan pidatonya bernama Maulana Fikri. Beliau utusan dari YPI Darussaada Aceh, Asjadi Sago, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren.